السلام عليكم. اعتقد ان كده شغال. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم كلكم. مش عارف يا جماعه، ولو شغال حد بس يرد عليا، عشان مش عارف هو شغال ولا لا. ما عنديش خبره في البث. ماشي. اوكي تمام ماشي. آه في البدايه انا مصطفى حامد، طالب في كليه التربيه الفنيه جامعه الازهر. هنتكلم النهارده شويه عن عناصر الفن وازاي نعمل منها تكوين كويس نقدر نحقق فيه اسس التصميم. آه في البداية كده عايز أطرح بس سؤال كده نقدر نتناقش فيه في اللايف يعني. السؤال هو يعني إيه فايدة أصلا عناصر الفن؟ إيه فايدة إن إحنا أصلا ندرس تصميم؟ يعني ما إحنا ممكن نرسم اللوحة زي ما تيجي معانا، يعني نحط العناصر كده ونرسمها زي ما تيجي في اللوحة. بس إيه فايدة ده بقى؟ بس يعني اللي يقدر يناقشنا في الموضوع دوت يتفضل في الكومنتات يعني. في البداية كده الموضوع كله هنتكلم، نبدأ نشرح عشان بس ما نضيعش وقت. بسم الله. أول حاجة هنتكلم فيها عناصر الفن. هنبدأ بس نعرفهم واحد ورا التاني وبعد كده نربط بينهم يعني. أول حاجة، أي لوحة لازم هنلاقي فيها العناصر دي مبدئيا كده. أول حاجة النقطة، ماشي. اتنين الخط. تلاتة الشكل. أربعة الحجم. خمسة الملمس. ستة الفراغ. تمام كده. دي عناصر الفن. اي لوحه لو وصلنا لها بصوره عامه هنلاقي بتبدا بنقطه، يعني اي لوحه بنبدا نشتغل فيها هتلاقي لازم تحط نقطه في البدايه، وبعد كده من نقطه للتانيه هتكون خط. ده تاني عنصر. يعني اي لوحه هتلاقي فيها خطوط بتكمل بعضها، يعني انت لو حتى لو بتعمل اي سكتش هتلاقي نفسك بتعمل خطوط في الاخر بتكون معاك الخطوط دي بتكون معاك شكل. يعني مثلا لو بنبدا بنقطه والنقطه بتمشي خط، والخطوط لما بتكمل بعضها بتعمل شكل. عملنا شكل مثلث مثلا بتكون فيه 3 عناصر: النقطه والخط والشكل. الحجم يعني لما ارسم مثلا المثلث دوت وارسم جنبه مكعب مثلا حلو كبير كده او مربع ويقطع مع الحدود، هنبص نلاقي ده ليه حجم وده ليه حجم، فيبان ده حجم. الحجم بيبين. الملمس ممكن نلاقي مثلا دوت ملمس خشن شوية مثلا وده ناعم، فدي برضو عناصر من ضمن عناصر الفن. الفراغ المحيط بالشكل دوت ده من ضمن العناصر أيضا. طيب، دي العناصر اللي موجودة في أي لوحة اللي أي حد بيعملها، سواء فاهم أو مش فاهم هو بيعمل ده. بس في حاجة بقى، في حاجة اسمها أسس التصميم. سامحوني خطي مش قد كده. ماشي، برضه نكتبها كده. دي واحد الاتزان. ماشي. اتنين الإيقاع. تلاتة السيادة. السيادة.
او ليها مسمى تاني برضو البطل. واحنا بنشرحها بقى نكتبها بطل افضل. رابع حاجة ممكن الوحدة. الوحدة. خامس حاجة النسبة والتناسب. ماشي. ايه تاني؟ في حاجة اسمها التباين. تباين. وفي حاجة اسمها التوافق. تمام. ايه بقى موضوع عناصر الفن، وايه موضوع اسس التصميم، وايه موضوع التكوين؟ الكلام ده كله بنسمعه كلنا وبنتكلم. الصوت، معلش انا اسف، الصوت. طب اول ما الصوت يشتغل حد يقول لي بس، ممكن. آه الصوت. الصوت اشتغل ولا ايه يا جماعه؟ حد يرد عليا بس، معلش. شباب حد يرد عليا. الصوت. هو انا الصوت كده مش عارف، وقع على حاجه عندي، مش عارف هو كده إيه نظامه يعني. شغال ولا ايه؟ تمام، الصوت شغال كويس كده. ماشي، طيب ثانيه واحده. مش عارف والله، هو المشكله. طيب طب الصوت كده واضح كويس كده. تمام ماشي، هكمل. معلش بس وانا مش شايف الشاشه، فهكمل وبعد كده ارجع ارد على الناس، يعني هعمل فاصل واكمل ارص على الناس. تمام ماشي كده، الصوت شغال. ماشي. آه انا قلت بس هلخص الكلام اللي فات عشان بس الصوت. قلت في البدايه بس نقطه كده هنتناقش فيها، هي ليه بندرس تصميم، ليه بندور على اننا مثلا نعمل التصميم ونتعب نفسنا ونعمل تكوين جيد والكلام ده كله، مع ان ممكن في البدايه اصلا امسك العناصر اللي قدامي ارسمها وخلاص. قدامي ازازه وبرطمان وطبق، ارسمهم في اي مكان في اللوحه وخلاص زي ما تيجي. ليه بقى بدرس التصميم؟ فيا ريت نتناقش الموضوع ده في الكومنتات ونشوف كده اعمل ايه. تاني حاجه شرحتها عناصر الفن. يعني قلت اي لوحه في الدنيا بتبدا تشتغل فيها لازم تمر بالحاجات دي. ممكن تشتغل مش كلها، بس اكيد هتاخد حاجه من الحاجات دي. يعني مثلا اي لوحه لازم تبدا بنقطه، وبعد كده النقطه لما تمشي في اتجاه بتديك خط. يعني لما تدي نقطه وتمشي في اتجاه تديك خط. مثلا عملت كده، عملت مثلث، المثلث ده بيديك شكل. تمام. يعني الخطوط، مجموعه الخطوط بتعمل شكل. وما تحط عنصر جنب عنصر بتلاقي فيه احجام مختلفه، حجم، وفي ملمس، تلاقي في ملمس خشن وملمس ناعم. تمام. تاني حاجة الفراغ المحيط بالشكل ده برضو بيبقى موجود من ضمن العناصر، موجود أساسي في كل لوحة. هتلاقي فيه فراغ مهما كان بيرسم، حتى لو بيرسم منمنمات وجنب بعضها هتلاقي فيه فراغ في اللوحة. تاني حاجة بقى العناصر دي ازاي نعمل منها تكوين بقى. والتكوين ده عشان نعمله لازم نبقى دارسين أسس التصميم، إن احنا نستخدم العناصر دي بشكل يبقى محترم في الآخر، يخلي اللي يشوف يعرف إن أنت إنسان فاهم وكده. من ضمن أسس التصميم بقى الاتزان. وهنشرح خطوة خطوة، يعني يعني هعمل كل حاجة وعامل لها مثال. الاتزان، وبعد كده الإيقاع والسيادة. وقلت السيادة دي برضو يعني عشان بس في ناس ما تعرفهاش، اللي هي البطل. والبطل فيه منه أنواع كتير، وفي الوحدة، وفي النسبة والتناسب والتباين والتوافق. تمام. حاجة كده بسيطة بس، ازاي بقى. سؤال كده، ازاي نعمل من العناصر دي تكوين متحقق في أسس التصميم. تمام ماشي. الصورة مالها؟ أنا مش عارف الصورة. طب إيه الصورة كده واضحة؟ في حاجة بس ما كانتش واضحة. تمام كده. تمام ماشي.
آه، ازاي نقدر نعمل من العناصر دي تكوين نحقق فيه اسس التصميم. هو الموضوع بس في ناس كتير تعرف الحاجات دي كلها بس بتتلخبط فيها وفي ناس ما تعرفهاش، وفي ناس بتعرفها بس ما تقدرش تحققها في الاخر في اللوحه. فهنتكلم النهارده واتمنى ان احنا نقدر نبسط الموضوع بشكل بسيط. تمام. هنتكلم بقى ازاي نقدر نعمل من الحاجات دي لوحه مظبوطه. اعتقد الصوره كده مظبوطه، في حد يقول لي الصوره بعد اذنك؟ مش عارف. مم، هي الصوره عند الناس واضحه بس في واحد مش واضحه عنده. تمام ماشي خلاص الصوره كويسه. تمام جدا. ماشي. تمام. مم، نقطة تانية، في أنواع تصميم يا جماعة، في أنواع تصميم مهمة جدا لازم نبقى عارفينها برضه عشان نقدر نحققها بعد كده. ممكن نكتب كده تصميم. ماشي ممكن مثلا كده واحد، في التصميم الهرمي مثلا، الهرمي. وفي مثلا تصميم حرف ال، حرف ال. وفي تصميم مثلا حرف يو، في يو. تمام. هنبدأ نشتغل بقى دلوقتي ونعمل مثال على كل حاجة ونمشي خطوة خطوة مع العناصر دي. خلاص العناصر اللي فاتت احنا عرفناها، لكن أسس التصميم هي اللي ما عرفناهاش، هنتكلم فيها واحدة واحدة. ممكن ناخد بس حاجة منهم كده هنا، مثلا الاتزان. مثلا عندي اللوحة بتاعتي هنا مثلا اهي، تمام كده. الاتزان، قلت مثلا العناصر انا هعمل شكل معين، هنعمل اشكال هندسيه مثلا. لو هعمل مثلا اسطوانه مثلا كده، واعمل مثلا طبق هنا او كوبايه مثلا. تمام. كده التصميم تحسه يعني ايه، مايل ناحيه دي اكتر، واخد جزء كبير قوي من هنا. فانا ممكن اعمل اتزان عشان خاطر ما يبقاش مايل قوي الناحيه دي كده، واخد جزء الشمال وثابت فيه وتصميم فقير. ممكن اعمل حاجه بسيطه، ممكن مثلا بشكل بسيط قوي اعمل مثلا شباك هنا قاطع مع حدود اللوحه، فهتلاقي التصميم بدأ يظبط شويه، وهتلاقيه داخل معانا برضه في تصميم حرف ال. يعني مثلا في قلم معايا ملون، لو عملت كده هتلاقيه واخد تصميم حرف ال معاك في الاخر. تمام. ده بالنسبه للاتزان. لكن لو عملت يعني لو مثلا لو انا عملت اللوحه كده، وعملت مثلا مثلا برضو هعمل نفس التصميم مثلا هنا كده، وعملت كده مثلا خليته مربع مثلا هنا كده، كده تصميم فقير خالص، مش متزن، واقع الناحية دي، فكده مش لذيذ. فاحنا بنقدر نعمل دوت ان بنردد عنصر معين في حتة معينة عشان الموضوع يبقى موزون. هو اشبه بالميزان اللي بنوزن عليه الموازين وكده. لو مثلا الكفتين الصح ان هم يبقوا موزونين مع بعض، فلما يبقوا موزونين مع بعض بيبقى مظبوطين. في نفس النظام اللوحة عشان تبقى مظبوطة لازم تبقى موزونة، يبقى العناصر هنا بترد لها هنا تبقى مظبوطة ببعضها، مش شرط تبقى هنا، ممكن تبقى تحت شوية مثلا أو حاجة، بس نخلف في المستويات. تمام. تاني حاجة عشان أنا كده كده حافظها. تاني نقطة هتكلم فيها الإيقاع. الإيقاع دي مهمة، نقطة مهمة جدا. يعني مثلا الإيقاع بداية، بس في نقطة الإيقاع دوت حاجة موجودة ببساطة كده، ممكن نقول الترديد، إن إحنا بنردد العناصر. الإيقاع موجود في حياتنا أصلا اليومية. يعني ممكن نشبهها مثلا بالنوم. يعني مثلا في واحد بينام، هو موظف بينام مثلا يوميا من الساعة 10 لحد الساعة 8 الصبح أو الساعة 7، كل يوم على كده. هو كل يوم بيصحى وينام في نفس الميعاد، فده إيقاع، هو بيعمل كل يوم نفس الإيقاع، بيتكرر بنفس الشكل ومفيش أي تغيير بيحصل فيه. ده إيقاع. الإيقاع دوت نقدر نقول عليه إيقاع رتيب. في الفن التشكيلي وفي الفنون العموم بنسميها إيقاع رتيب، إيقاع مترتب ماشي بنفس النمط. في إيقاع غير رتيب، في واحد تلاقيه مثلا يوم ينام الساعة 10 ويصحى الساعة 7، واليوم التاني ينام الساعة 8 ويصحى مثلا الساعة 5. فبيغير في الموضوع، بيغير في الميعاد اللي بينام فيه وبيغير في المدة اللي بينامها. يعني مثلا يوم ينام 8 ساعات ويوم تاني ينام 10، يوم تاني ينام 5 كده. ده إيقاع الغير رتيب. وفي منه برضو إيقاع متصاعد،
أو متزايد، كل ما يعني كل ما ينام يوم تاني يوم يزيد، تالت يوم يزيد أكتر كده، يزيد بقى في الوقت أو في الميعاد اللي بينام فيه. ده بالنسبة للإيقاع. هو بسيط أوي في الفن برضو يعني، ممكن تردد. زي يعني مثلا هعمل له كده كام مثال. مثلا لو هعمل مثلا مثلث هنا كده مثلا، قاطع برضو مثلا كده مع الحدود، وأعمل مثلا كورة هنا. تمام. ممكن أردد الكورة بصر مثلا هنا كده، هو مثلا المساحة بتاعتي هنا مثلا دي الأرضية، خط الأرضية كده. أنا رددت الكورة في نفس يعني تقريبا بنفس الحجم. ده إيقاع مترتب شوية، يمكن ده مش مترتب قوي، بس هو يعني نفس الحجم موجود. تمام. في بقى الإيقاع اللي هو الغير رتيب خالص، يعني مثلا الإيقاع الغير رتيب اللي هو مثلا يعني هعمل مثلا كده مثلث كده، وهعمل مثلا الكرة دي هنا، وهصغرها شوية مثلا هنا مثلا كده، وهنا برضو هروح أعملها أصغر شوية. ده متناقص مثلا، نقدر عليه إيقاع متناقص مثلا. تمام. ولو خدنا خط كده هنلاقيه حرف ال، هنلاقيه حرف ال مثلا. هنعمل بالقلم الأحمر عشان يبان حرف ال. ده تصميم أصلا ناجح برضو، بس يعني هو تحس إن الكور دي محطوطة على خط واحد. تالت حاجة المتزايد بقى. يعني مثلا عشان أنا في البداية بس إني مش مركز قوي، من أول مرة أطلع لايف في الحقيقة، فسامحوني لو أخطأت في حاجة بقى. آه الإيقاع الغير رتيب المتزايد. احنا عملنا المتناقص هنا، المتزايد بقى يعني مثلا إزازة مثلا هنا كده، وموجود مثلا عندي علبة مثلا هنا، هيروح جاي مثلا تبعد برضو، بس هتتردد بس بشكل أكبر بقى ورا كده مثلا، وورا برضو تتعمل أكبر بقى مثلا، هي محطوطة مثلا على حاجة أكبر فتكبر تقطع معايا. فده متزايد، ده متناقص، وده رتيب. ده بالنسبة للإيقاع. يعني برضو ما عملش الحاجة ما تترددش بشكل كتير، إن برضو يعني ممكن أرسم عناصر وارسم مثلا برتقان، فاحط برتقان كتير قوي وهو كله نفس الحجم تقريبا، فما اجي ارسمه مفيش بطل في اللوحة، مفيش قوة يعني. ده بالنسبة للإيقاع. بالنسبة للسيادة بقى مثلا، خلينا مثلا نكتب هنا الإيقاع. الإيقاع السيادة. السيادة السيادة أو البطل مثلا، يعني هو ده أو ده، هو ده أو البطل أو البطل. يعني مثلا لو جيت مثلا رسمت تصميم هنا كده، وعملت زي ما قلت لكم كده، يعني مثلا برتقان كتير مثلا مرمي في الأرض كده كده مثلا، وعلبة صغيرة، ومثلث مثلا محطوط صغير كده، وعلى خط مثلا أرضي، وشباك صغير مثلا هنا كده. كله عناصر كلها قد بعضها تقريبا، مفيش بطل خالص في الحاجة، في ملل، انت حاسس بملل في الموضوع، مش تصميم قوي خالص، فانت حاسس انك متضايق وعينك متنرفزة. لكن لو جيت هنا مثلا ورحت مثلا عامل مثلا تمثال مثلا هنا مثلا كده كده مثلا، او بورتريه مثلا كده، ومثلا في مثلا مكعب مثلا هنا كده كده. تمام. فكده الموضوع مثلا هو ده بطل هنا، فكل حاجه بتخدم عليه، ونفس الشباك اللي انا بحط في كل حته ده. بدأ الموضوع متوازن شويه. ده بالنسبه للبطل، في عنصر بطل في اللوحه، فبيخلي عينك تركز معاه، وبعد كده تبدأ تمشي، وكل العناصر دي عناصر مساعده بتساعد ان انت تخدم على البطل. فدي نقطة مهمة جدا. بالنسبة برضو للوحدة، الوحدة دي برضو نقطة مهمة جدا، وهي آه
في الوحدة ممكن تكون وحدة في يعني التقنية نفسها أو الموضوع. يعني ممكن أبقى برسم مثلا موضوع عن عالم البحار مثلا، واجي اروح حاطط الاسد في وسطهم، وده ممكن دلوقتي الناس بتعملها وعملتها من زمان، بس انت كده يعني سحبت المشاهد لموضوع بعيد شويه. فانت لما تيجي تعمل تصميم بتخلي الموضوع كله موحد ماشي مع بعض. آه، معلش في نقطه نسيتها هنا برضو، البطل فيه منه انواع كتير جدا. في بطل في الحجم، يبقى حجمه كبير وكله بيخدم عليه، وفي بطل بيبقى في اللون، تلاقي العناصر اللوحه كلها منسجمه لونيا، مثلا الوانها بارده، والبطل مثلا بلونه بلون مثلا سخن فيخطف العين، فيبقى هو اللي عليه كل تركيز، نفس النظام. ممكن يبقى مو برضو البطل ممكن يبقى بطل ملمس، دي برضو موجودة. ماشي. نتكلم في النقطة الأخيرة اللي هي الوحدة. زي ما قلت الوحدة زي ما قلت الوحدة ممكن تبقى في التقنية نفسها. يعني مثلا لو جبت فنان راسم لوحة، رسم مثلا نص اللوحة، تمام، وجبت واحد تاني اسلوبه مختلف خالص، قلت له كمل نص اللوحة التاني، فيكملوا اسلوب مختلف تماما، مش هيبقى لذيذ خالص. عينك هتعرف على طول ان دي مش نفس الشخص اللي عاملها. فالاسلوب نفسه اللوحه ما فيهاش وحده، مش في التقنيه، مش فنان واحد اللي رسمها، فتحس ان الموضوع فيه شذوذ مش لذيذ. لكن لما يبقى هو الفنان هو مشي بنفس التقنيه وكل حاجه، وهو اللي كمل اللوحه بنفسه وكملها في الاخر لحد الاخر بنفس الاسلوب، بتبقى قويه وبتشد العين. ونفس النظام في الموضوع، وحده الموضوع زي ما احنا قلنا. ماشي. تاني عنصر كده احنا خدنا الوحدة، فاضل ممكن ناخد التباين. 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 طيب التباين دوت هو عبارة عن تناقض في الحاجة اللي انت بترسمها. يعني بتعمل حاجة مختلفة في اللوحة، فتخلي العين ما تدور كتير في اللوحة وتطلع بكذا حاجة. يعني مثلا زي ايه؟ ممكن مثلا ارسم راجل مثلا رايح الشغل وراجع بكيس في ايده مثلا، آه، وفي قطة معدية مثلا. برضو ده مش مفيهوش تبين، عايز اجيب حاجة فيها تبين قوي عشان خاطر تقدر تظهر الموضوع. آه، يعني مثلا في الشقة مثلا في قفص عصافير متعلق مثلا، وفي حوض سمك صغير هنا مثلا. فالعصافير مثلا فيها الوان سخنه، اصفر مثلا واحمر والكلام ده كله، والسمك فيه مثلا الوان بارده. فانت كده هو في يعني دوت بيطير وده في الميه، فانت كده عملت تباين شويه، فده يبدا يظهر برضو معاك. معلش انا بس مشغول شويه هنا، نبص على الكومنتات طيب ونرجع نكمل. ماشي. امان رشوم بتقول الكاميرا مش اللوحه. ماشي. الصوت. ماشي، الصوت اتظبط. مش شايفين حاجة، مش عارف هي بتشتغلني بقى ولا بتقول كده بجد. ماشي. الصوت برضو فيه مشكلة دلوقتي. مش عارف، طيب هو أنا الصوت كان ظابط من شوية يعني. في حد بيقول الصوت شغال، مفيش صوت. لا حلو ما شاء الله. طب تمام، أعتقد إن كده مية مية. ماشي. نرجع نكمل. آه... طب ممكن نسيب نقطة التبيين دلوقتي لحد بس ما يرجع لي حاجة أتذكرها برضو. آه... ممكن نخش في نقطة النسبة والتناسب، ودي نقطة مهمة جدا جدا في التصميم يعني. يعني مثلا النسبة والتناسب. النسبة والتناسب. التناسب.
الحقيقة سِبت النقطة دي في الآخر عشان خاطر هي مرتبطة بنقطة كده مهمة، في ناس كتير أوي بتسمع عن النسبة الذهبية، هنبدأ ندخّلها مع الموضوع ده. يعني مثلًا يعني شوف هاند فري مش عارف يا جماعة. تمام. تمام كده. معلش يا شباب، أنا متأسف بجد جدًا، يعني أنا الموضوع زاد النهارده جدًا، بس النت طبعًا بقى أنتم عارفين ما لوش مالكة يعني، فباتأسف تاني مرّة يعني. حتى أنا كلمت واحد صاحبي ورُحت عنده عشان أكمّل اللايف عشان خاطر الناس اللي كانت مرتبطة باللايف يعني. فبجد أنا آسف يعني. وطبعًا أنا هاكمّل اللي قُلناه، بس هابدأ من أول جديد، هاقول قُلناه في السريع كده عشان خاطر اللخبطة اللي حصلت يعني، وأتمنى الناس ما تكونش زهقت يعني. تمام. إحنا بنتكلّم في التكوين عمومًا، يعني التكوين من البداية يعني أي لوحة لازمًا تبقى عشان خاطر تعملها بشكل يليق الناس تتعرض والناس تشوفها تحس إن أنت إنسان فاهم، لازم تبقى فاهم الحاجات دي. الحاجات دي يعني هي أساسية أصلًا، يعني هي تعتبر أساس الفن عمومًا. يعني أي لوحة زي ما قُلنا بتبدأ بالعناصر الفن، يعني عناصر الفن النقطة والخط والشكل والحجم والملمس والفراغ والكتلة. يعني مثلًا أي لوحة زي ما قُلنا هتبدأ بنقطة وخطوط، والخطوط تكوّن شكل والشكل في منّه أحجام وفي ملامس، في ملمس خشن وملمس ناعم، وفي فراغ طبعًا بيحيط بالعمل. علشان خاطر نقدر نستخدم العناصر دي بشكل كويس عشان نعمل لوحة تصميمها قوي والتكوين بتاعها قوي. لازمًا نتبع أسس التصميم. أسس التصميم دي هم دول الاتزان والإيقاع والسيادة والوحدة والنسبة والتناسب والتباين والتوافق. واتكلمنا فيهم واحدة واحدة يعني، حتى قلنا وفي من التصميم طبعا قلنا في تصميم حرف ال وتصميم على حرف شكل حرف يو، وفي تصميم الهرمي. في تصميمات قوية أصلا بطبعها. دي نقطة. تاني حاجة اتكلمنا بدأنا نشتغل جزء جزء كده، يعني الإيقاع مثلا. قلنا إن الإيقاع بيبقى موجود في حياتنا أصلا اليومية. يعني مثلا ذكرنا حالة النوم مثلا. يعني في واحد تلاقيه هو بينام في وقت معين وبيصحى في وقت معين كل يوم بيعمل ده، فده إيقاع يومي هو بيعمل ده بشكل مستمر. في نفس النظام في الفنون التشكيلية في إيقاع، يعني أنت ممكن تردد عنصر في حتة تانية في اللوحة، فأنت ممكن تردد العنصر في نفس المكان، ممكن تردده بأحجام مختلفة. ده بالنسبة للإيقاع. السيادة دي تاني نقطة. السيادة أو البطل، لازم يبقى في بطل في اللوحة علشان خاطر يبدأ العين تروح له، يعني تبقى هي اللي هو البطل في اللوحة، وكل العناصر اللي حواليه بتخدم عليه على أساس إن هي تخدمه في العمل. ما يبقاش الموضوع كله عناصر قد بعضها، فالموضوع يبقى مش لذيذ. دي نقطة السيادة. نقطة الوحدة من ضمن العناصر برضو، من ضمن الأسس الوحدة. يعني الوحدة في الموضوع انك تعمل موضوع مرتبط ببعضه، ما يبقاش فيه حاجات كده خارجة عن النص وتحس ان هي مش لذيذة، مش ماشية مع الشغل. برضو الوحدة في الاسلوب. ممكن تعمل لوحة انت مثلا فنان بتشتغل بكذا اسلوب، فتعمل لوحة باسلوب واحد فيبدأ ده يظهر بقوة في العمل. دي نقطة الوحدة. التباين بقى جينا برضو عند نقطة التباين وحصل مشكلة. التباين قلنا يعني التباين هو التضاد، يعني ان انا اعمل حاجات مضادة لبعضها في اللوحة. يعني مثلا اللوحة تبقى منسجمة لونيا مثلا الوان باردة، وعامل فيها حاجة سخنة، فتحس ان الموضوع بيشد. بس ف مش عارف ابص بس على اللايف كده اشوفه شغال ولا ايه، عشان بس عشان بدري. تمام. شغال كويس صح. طب الصوت كويس برضو ولا حد يرد عليه؟ تمام. تمام جدا. ماشي نكمل. نقطة التباين ان نعمل حاجة مضادة لحاجة، يعني مثلا عناصر صغيرة كتير، فلو عامل عنصر كبير زي عنصر مثلا البطل
فيبدا يخطف العين. او مثلا انا شغال مثلا اللوحه كلها بدرجات لونيه، واعمل حاجه معينه انا عايز اركز عليها، يعني مثلا العين تروح لها، تروح عامل الحاجه دي لون معين، فده انا خليت فيه تضاد في اللوحه، فالعين بتروح وتيجي كتير في اللوحه. النسبه والتناسب، النقطه دي مهمه جدا، واتمنى نخلصها قبل ما النت يفصل تاني. نسبه العناصر لبعضها دي مهمه جدا، ونسبه العناصر للوحه نفسها. يعني مثلا هنا العناصر كلها قد بعضها، وتقريبا يعني مفيش حتى حاجه صغيره عن حاجه، يعني كلهم نفس الموضوع، تحس ان الموضوع رخم. لكن هنا بص، هنا مثلا المثلث ده كبير، ده اصغر شويه، ده اصغر اكتر، ده ورا بيعمل ترديد كده، فتحس ان الموضوع متزن، في النسب لبعضها مريحه للعين. ده اللي حصل شرحناه في العباكه اللي فاتت دي بشكل سريع كده. هنتكلم بقى في الحاجه الجديده ودي مهمه جدا، النسبة، النسب بقى. في حاجة اسمها النسبة الذهبية. النسبة الذهبية دي خدت اهتمام كبير جدا من الناس والفنانين، لأن هي حاجة قوية جدا، وبت يعني كل اللي استخدمها أثبت قوتها يعني. ودي نقطة مهمة جدا، وعايزكم تركزوا فيها جدا، لأن هي بتلخفن شوية. يعني مثلا النسبة الذهبية، النسبة الذهبية ايه هي بقى النسبة الذهبية؟ بصوا هنرسمها كده مع بعض بس بشكل سريع. لو جينا مثلا عملنا مربعين مثلا نفس المقاس تقريبا، وقلنا مثلا ده حجمه واحد وده حجمه واحد، لو جمعنا الاتنين على بعض هيدوك كام؟ واحد وواحد اتنين، فنروح عاملين مثلا اتنين. تمام، تمام كده مثلا او كده. تمام. طيب ده مساحته، ده واحد وده واحد، طب مساحته اتنين، لو جمعنا واحد واتنين هيديك كام؟ تلاتة. تمام، نروح عامل كده كده كده. تمام. طيب تلاتة، فهجمع دوت واللي قبله، تلاتة واتنين كام؟ خمسة، فنروح عاملين كده خمسة، يعني ده مساحته كام؟ خمسة. طيب خمسة وتلاتة هجمع ده واللي قبله، معلش يا رسم بس نرسمها وبعد كده هنبدأ نشرح عليه. خمسة وتلاتة تمانية، فيبدأ يكبر معانا، ده مساحته تمانية مثلا. تمام، تمانية، وهكذا. تمانية وخمسة مثلا 13، فهيبدأ يكبر معانا بشكل مربع كده اهو، ده 13. فانا لو جيت هنا كده اول ما هرسمها هتعرفوا على طول اللي انا اقصده. لو جيت هنا مثلا ورحت عامل ايه، كان معايا قلم احمر اهو، بصوا كده لو جيت هنا رحت عامل كده، دي النسبة الذهبية، اللي هي النقطة دي الارتكاز بتاعها، هتلاقي العناصر بتكبر بشكل حلو قوي. يعني بصوا باختصار كده، لو انا مثلا خدت مساحة الخط ده وقسمتها على مساحة الجزء ده، تمام، هيديني النسبة الذهبية اللي قالوا عليها اللي هي 1.6 مثلا، دي اسمها النسبة الذهبية. لو انا قسمت ده على ده هيديني النسبة دي، ولو قسمت ده على ده هيديني نفس النسبة. فدي النسبة الذهبية استخدموها في ايه بقى؟ دافنشي طبعا، لوحة الموناليزا. يعني الموناليزا لو بصينا لها هنلاقي ليوناردو دافنشي كان عبقري، استخدم النسبة دي، اللي هي تحس ان هي تلت للتلتين كده، كل حاجة تلت للتلتين. فتبدأ تركز في عناصرها، لو بصيت تلاقي البورتريه بتاعها نفس النظام، والجسم واخد نفس الموضع وكده، فدي بتخلي العين تبقى مستريحة. وفي تصميمات كتير استخدموا فيها النسبة الذهبية، زي تويتر مثلا، تويتر استخدموا فيها النسبة الذهبية. وفي نقطة برضو سبحان الله طبعا، يعني دي النسبة الذهبية دي اثبتوها ان هي موجودة في حاجات كتير جدا. سيدنا ابراهيم بنى الكعبة على الخريطة بتاعت العالم في النسبة الذهبية بالظبط، مكان النسبة الذهبية بالنسبة للخريطة، خريطة العالم. فدي برضو من ضمن الحاجات النسبة الذهبية داخلة فيها. تاني حاجة برضو الحاجات اللي دخلت فيها النسبة الذهبية، حاجات كتير الحقيقة، يعني حتى سلفادور دالي حتى استخدمها في لوحاته كتير. فهي رخمة، بس لو قدرت تطبقها مع الوقت بتلاقي نفسك بتعمل حاجة قوية يعني. بس ده بالنسبة للنسبة الذهبية. حتى كانوا مسمينها يعني الاسم ده أو متتالية فيبو
فيبوناتشي، كان اسمه فيبوناتشي، ده كان تقريبا يوناني او حاجه. هو اللي يعني هي كانت موجوده قبل كده بكتير، يعني حتى المصريين القدماء استخدموها في الاهرامات. الاهرامات متصمم فيها جزء كده تحس ان هو في النسبه الذهبيه بالنسبه للهرم، نفس النظام. فهو ده فيبوناتشي دوت هو اللي اكتشف يعني اعاد اكتشافها من جديد يعني، وقال ان هي دي النسبه الذهبيه. فانت لو قعدت تكمل كده على طول هتلاقي دي بتكمل كده معاك تكبر تكبر، فبتخلي العين تبقى يعني شغاله بشكل كبير. في فنانين كبار حتى ما بيتكلموش عنها وما بيعترفوش بيها، يقولوا ان هي حاجه مش مهمه. بس اتمنى ما اكونش زهقتكم. انا مش هطول عن كده تاني عشان بصراحه خايف الفيديو يقطع. وكفايه كده. وان شاء الله المره الجايه يبقى احسن من كده بكتير يعني، ومتاسف لو حصل تاثير يعني. واتمنى اكون افدتكم يعني، مع اني يعني توترت الحقيقه بسبب اللي حصل دوت. فسامحوني لو نسيت حاجه او عكيت في حاجه يعني. وشكرا جدا. ممكن بس ارد على الناس يعني مثلا كده لو حد قال حاجه يعني. ماشي كله تمام. ماشي يا معتز كويس. طيب اشوفكم على خير بقى يا شباب. شكرا.